ما احنا مدينة طبقا للدستور مدينة تابعة لجمهورية مصر العربية. ما بيجيش ليه رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ونقول لهم خلي بالك أنا لا أتحدث عن بورسعيد المدينة الحرة، ده أنا بتحدث عن اقتصاد تم اغتياله في كل ربوع الوطن والشماعة بورسعيد. ليه؟ احنا بنطلب من سيادتك ان هم يقعدوا معانا في حوار. احنا مش هنروح القاهرة ولا نعترف بأي حد وصل للقاهرة، والعلم سيادتك البلد كلها بتتكلم على موضوع 5%. واحد راح يدافع عن مصلحته من حقه. طب البلد مين يدافع عنها يا باشا؟ اللي راح يدافع عن مصلحته وقطم وسط البلد في كل الحاجات الغلبانة بقى، تقول لي بدل المنطقة الحرة وتقول لي سيادتك العلاج على رفض المحافظة وأي كلام. هو ده اللي تم الاعتداء عليه وهو ده اللي رشط المدينة الحرة. طب يا راجل احنا موافقين ياخدوا كمان 10% والبلد ترجع زي ما كانت، لكن واحد يروح يدافع عن مصلحته وعن حصصه وعن ده ويعتدى علينا، ما هو من ضمن برضه من ضمن الاعتداءات. انا برضه لسيادتك احنا عايزين مؤتمر اقتصادي مصغر في بورسعيد ونقعد ونقول لهم افرض هم مش عارفين الحقيقه، رئيس الوزراء مش عارف الحقيقه ولا وزير الماليه، دول بيتم وضع اوراق قدامهم. الاوراق له هل سيادتك تعلم ان في عشرات من المناطق الحره الخاصه بالقاهره واسكندريه، عشرات مش احنا رسم الوارد موجودين مواصفات المدينه، مش بورسعيد اللي اتحرقت، ده حرقوا مصر كلها. بس قال لك يا بورسعيد وانا بطالب سيادتك بمؤتمر صريح نواجههم لصالح الوطن مش لصالح بورسعيد. دي نمره واحد. نمره اثنين، حاله الاحتقان اللي احنا فيها دي هي انت هتزول. احنا سيادتك اتخلعنا كتير في الاعداد للدفاع عن الناس دي، ولا واحد فينا يستطيع ان يبرئ نفسه من قضيه المصري كلنا. والنادي المصري مش جريمه عندنا، والشباب دول مش جريمه عندنا. ما تقولش بقى احكام القضاء والتدخل في القضاء وحظر النشر والاعلام. ليه؟ هو احنا بنتشوي هنا ولا ايه؟ محامين الدم مش موجودين في بورسعيد. دي على فكره المستشار ابو شقه هو صاحب المذكره اللي تم الاخذ بيها في النقض الاولاني، وهو اللي كان مكلمنا ليه كمان. امال مرتضى راح فين؟ واحنا رحنا ضحيه بعد كده المحامين والكلام ده. محامين الدم سيادتك من 56 ل 67 حصلت قضيه قتل واحده في بورسعيد، بس واحده بس. احنا مالناش في القتل، وبالتالي ما عندناش محامين القتل، وبالتالي كان لازم نلجا. وانا بعتقد كمان ان هناك اخرين، لان الحمل تقيل والعربده في القاهره كتير والتهديدات اكتر، ولا يمكن لمكتب ان يتحمل وحده الحاجات اللي في القاهره اياها اللي عشان واحد. وبالتالي احنا بنقول لسيادتك هنتصل برضه بمكاتب محامين تانيين، في نقيب محامين عنده مكتب، في نقيب اللي ليهم علاقه بالدم، لان الموضوع حمله تقيل. وده حاجه اسمها ايه؟ النقض الاخير. ستتحول محكمه النقض الى محكمه موضوع اذا قبل النقض في بورسعيد في المره الثانيه، وبالتالي احنا في خطر، ولا يمكن لاي سلطه في الدوله هتتراجع او تستغل الدستور في اي اعفاء. وبالتالي ليس امامنا الا القضاء، ولا ننتظر اي عفو، لان كل محاكم مصر اخذ اعدامات. هتدي عفو المين ولا المين ولا المين. وبالتالي احنا بنقول للسيادة يجب اعداد خطة دفاع. الاخرين لديهم خطة دفاع، احنا لدينا خطة اختراق، عشان كده اخترقنا. وبالتالي لازم سيادتك ما نسمعه بالاحكام، لكن لنا دعوة بان احنا نعد جبهة مقاومة، جبهة دفاع حقيقي، ما نسلمش نفسنا مرة تانية. هو ده انا هساعد سيادتك فيه، وهنعمل شوية حاجات، واكيد هيبقى عندنا خط دفاع قوي نستعيد به نفسنا. لكن هو ده اللي اتقال لحالة الاحتقان الشديدة اللي في الشارع كي يسود الاطمئنان عند الناس، كي يسود الاطمئنان. وبرضه من سيادتك ان يتم تخفيف الشكل الامني
جوه المدينة، المدرعات والعربيات والأمن المركزي. لأن بس سيادتك مش هي دي بورسعيد. ممكن الأمر ده يصلح في محافظة تانية، لكن هنا يجي بالعكس. ايوه كده، احنا بنفكر بالعكس. هتمشي مدرعات، هنمشي لك ناس. فاحنا وبالتالي نخفف الشكل الامن في البلد. بلدنا جميله ومش محتاجه كل الهوسه دي كلها، مش محتاجه كل الشده دي كلها، وبالتالي بنرجو من سيادتك تخفيف دي. يبقى احنا عندنا النقطتين دول، لكن في جمله لابد منها. لن تستطيع سيادتك أن تحقق أي نجاح في بورسعيد في ظل ما أفسدوا الحياة في بورسعيد. لا يمكن أن يكونوا هم سيادتك في الأراضي، هم في توزيع الأراضي، هم ما ينفعش الكلام ده. دي مش ناس وارثة بورسعيد. ما ينفعش المتر في بورسعيد يساوي المتر في نيويورك. مين اللي بيضارب في الأراضي؟ مين اللي حاجز أراضي بورسعيد؟ مين اللي بيستولي عليه؟ ساعتك ما نقدرش، انا ما اقدرش امضي شيك على بياض. انا مش موافق على ان احنا يعني ماليش دعوه بحد، ان احنا نمنح صك لناس تعتدي على المدينه وتخلينا في الازمه اللي احنا فيها. مفيش حاجه اسمها، لعلم سيادتك بقى، مفيش حاجه عندنا اسمها ازمه اسكان. احنا عندنا ازمه اخلاقيه في التسكين. اسكان ايه؟ لا، اللي بيحصل في بورسعيد شيء رائع وجميل وكبير، لكن لما تكون القربة مقطوعة مش هتطلع لك لا سمنة ولا زبدة ولا حتى لبن رايب. يبقى كل اللي هتعمله سيادتك لن تجني ثماره ما لم يتم. يعني انا بقول لسيادتك لابد من استنباط اساليب جديدة. احنا عاوزين افكار جديدة حتى الناس تشعر بالامن والامان.